ما كذبوش ناس زمان كي قالوا المقروط سلطان المائدة الجزائرية، من أروع وأبل المقروط المقلي. يجي بزاف بنين، ناجح من أول مرة بجميع أسرار نجاحه. يجيكم مقلي بلا ما يتحللكم داخل المقلة، يجيكم مرمل معسل للقلب وطايب من الداخل، ما يجيش معجل من الداخل. وكما راكم تشوفوا فيه أحمر والتعسيل راه واصل للقلب البنات وطايب من الداخل، ويجي مرمل يجي يذوب في اليد قبل ما يوصل الفم. بنا خاطرات تلقاوه في افراحكم ان شاء الله. غير احكموا هذا الفيديو ولا بارطاجوه لحباباتكم. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. انا درت غير كيله صغيره، واي وحده مبتدئه ولا تحب تجرب جربي بكيله صغيره، ما فيها والو، ما فيهاش عيب. 3 كيلات سميد خاشن، ماشي سميد متوسط البنات، خاشن ومن الاحسن تاع ماما، اروع ماركه راني نستخدم فيها لحد الان. سميد ماما الخاشن البنات، اللي جاي الخط تاعو في الفيغ بيستاش، هذاك هو البنات يكون خاشن او مكتوب فيه سميد ماما خاشن. هذاك وشري رايح ينجح لكم به المقروط ويجي هبل كما شفتوا في اول الفيديو. نحتاج 3 كيلات سميد خاشن، كل كيلة نديروا لها رشه من الملح، مغرفه صغيره تاع لافاني تنحينا جميع الريحه تاع من الزبده، المهم جميع الروائح تنحيها. كل كيلة تاع سميد نزيدوا لها مغرفه كبيره تاع فرينه. الكيلة تاعي صغيره البنات، قد ما تكبروا الكيلة قد ما تزيدوا الفارينه. مثلا كاس نديروا فيه 2 مغارف كبار تاع فرينه، انني درت تقريبا نص كاس. هذه الكيلة قيس نص كاس، درت فيها مغرفه كبيره تاع فرينه. حسب الكيلة تاعكم تزيدوا الفارينه، كل كيلة معاها مغرفه تاع فرينه. كيلة صغيره وما كانتش الفارينه معمره، ما كانتش بامبي، كانت مغرفه تكون ممسوحه. كيلة خليط بين السمن والزبده، وتكون غامولي البنات، ما تكونش دايبه كامل، تكون راكم شفتوها البنات كيفاش دايره. ونكمل الكيلة ما نفيضوهاش، كملوا الكيلة برك بالزيت. هذا مكان البنات نبسوا السميده تاعنا مليح. السر البنات راه في الزبده والسمن يكونوا غامولي، هذا هو السر البنات. السر الاول الزبده والسمن. نبسوا هذا من المقادير مليح البنات، ندخلوهم مليح في بعضهم بهذه الطريقه كما راه موضح في الفيديو البنات. بسوهم مليح حتى توصلوا لهذا القوام. كي ديروا كويره تنجمل لكم مع بعض سما سميد راه تبسس مليح. وثاني البنات السميد بزاف راه مهم في المقروط. ثاني سميد كي تكون نوعيه مليحه ونوعيه جيده ثاني تعطيكم اخير نتيجه. شوفوا البنات كيفاش تعرفوا السميده تاعكم تبسس مليح، كي ديروا هذه الطريقه تتحصلوا على كويره من السميد هكذا البنات، اعرفوا باللي راهي تبسس خلاص. رايحين نغطيوها بكيس بلاستيكي، من الاحسن تخليوها تستراح ساعه ساعتين، المده اللي خليتوها من الاحسن البنات. بالنسبه للغرس يكون غرس مليح، لكم الاختيار البنات، الغرس اللي تفضلوه نتوما. انا لهنا الججلانيه ما كانش متوفره عندي، درت رشه من القرنفل مرحي ورشه من القرفه مرحيه. هذا واش درت البنات. لا عندكم الججلانيه من الاحسن تزيدوا تضيفوها، ما كانتش متوفره عندي. الغرس تاعكم اعجنوه مليح ويكون طري، ما تزيدولوش الماء زهر بزاف باش من بعد ما يطرطق لكمش داخل الحبه تاع المقروط ولا يخرج لكم منه من، يقدر هو السبب اللي راح يفتفت لكم المقروط تاعكم. هذا مكان البنات. لهنا بعد ما تبست واحده 3 سوايع انا خليتها، رايحه نجيب نصف بياض بيضه. الكيله تاعي صغيره تما درت لها نصف بياض بيضه. هذا مكان البنات نخلطوها مع الماء زهر ونبداو نلمو بها السميد تاعنا. هذا مكان البنات، ولموا دائما باطراف الاصابع ولموها البنات مليح. شوفوا العجينه تاعي، شوفوا البنات خليتها شويه جاريه. رايحه نغطيها لمده ربع ساعه 10 دقائق بالاكثر البنات. نغطيها نخليها دوك تشرب هذاك الماء كامل. شوفوا البنات كيفاش خليتها مره الاولى وشوفوا كيفاش ولات تولي تشرب لكم هذاك الماء كامل. وهذا هو السر الثاني، كي تخليوها بعقلها تشرب وتزيدوا الحربوش اللي راح نستخدموا به هو اللي تزيدوا تديروا له كميه من الماء وتلموه البنات بهذه الطريقه غير باطراف الاصابع، ما تعجنوش كامل وتبداو تخدموا في هذاك الحربوش. انا كميه قليله سما جاتني 2 حلاب بارك البنات. كي تعود الكميه كبيره اقسموها على قداش الحربوش اللي راح نستخدموا به هو اللي تزيدوا الماء زهر. من الاحسن خليط ماء زهر وماء.
ديروا الحربوش تاعكم بهذه الطريقه البنات كيما راه موضح في الفيديو. تحلوا الحربوش تاعكم في الوسط، تحطوا فيه كميه الغرس ولا العقده تاع اللوز ولا تاع الكاوكاو، لكم الاختيار البنات. مره اخرى ان شاء الله نعاوده لكم بالعقده تاع اللوز ولا تاع الكاوكاو. لا شفت هذا الفيديو نال اعجابكم ثاني البنات وتفاعلتوا معاه، رايحه نعاوده لكم. واي استفسار صغير ولا كبير ابعثوا لي البنات في لي كومونتيو برك، راني نجاوب عليكم على اي حاجه تخصكم البنات. شوفوا البنات الحربوش نضغطوا عليه شوي ونحلوه شويه بهذه الطريقه. انا كي جاني طويل وما صورليش في الكاميرا وليت قسمته على نصفين هذا الحربوش. وبالنسبه للحجم نتوما اللي تحكموا فيه، تحبوا صغير تحبوا كبير. انا درت الحربوش هذاك برك البنات قسمته على زوج باش يتصور لي في الفيديو، ورايحه نقسمه بهذه الطريقه. شوفوا حبيت المقروط كيفاش راني ندير فيهم البنات. ما تضغطوش على الموس طول يهبط وحده الموس وقعدوا ديو فيه وجيبوا فيه، جيبوا فيه بهذه الطريقه باش تتحصلوا على هذه النتيجه تاع المقروط كيما راهي موضحه في الفيديو. انا قسمت بالمقروطه الاولى، رايحه نكمل بها باش يجوني الحبات كامل كد كيما راه موضح في الفيديو البنات. وشوفوا الموس من الاحسن يكون ماضي، وقعدوا وديه وتجيبوا فيه، ما تهبطوهش طول. كون تهبطوه طول رايح السميد يهبط على الغرس وما يعطيكمش هذه النتيجه المليحه. هذا مكان البنات. شوفوا الفيديو راني موضحه فيه كلش، ما تسرعوش برك باش تسمعوا كامل النصائح. ولا هنا رايحه بزوج كوبات، رايحه نسقم المقروطه تاعي، رايحه نسقمه بالحبه ونحطهم في اي بلاطو حتى نكمل الحبات تاعي كامل. ننظف حيلتي نسقمهم، بعد نجيب مقله صغيره. من الاحسن تكونوا معمرين عشتة، تكون صغيره بس تعمروها زيت. كي تحطوا حبه المقروطه تاعكم تتغطى يعني بالزيت. هذا مكان. وشوفوا ثاني واحد السر هكذا خفيف، خليوا المقروطه شويه بعقله قبل ما تحطوه في النار، حطوه بعقله خليوه ينشف على برا. كي ينشف ثاني راح يعطيكم نتيجه مليح، ماشي طول نتوما راكم ديروا فيه وراكم تقليو البنات رايح يطرطق لكم داخل المقله. هذه النصيحه واجهتها انايا. شوفوا البنات اللي درتهم طال وحطيتهم ما خليتهم شويه ينشفوا كلي تشقولي، وهذاك التشقاق من بعد كلي ولا كيما يصرى المقروط عفوا تاع الكوشه كي يطرطق لكم بعد يتولي يتجمل. هكذا صرالي انا، هذا ما صرالي البنات. النار قليله البنات، الزيت راكم شفتوا يغطي حبه المقروط. شوفوا البنات كي نحطها والنار تكون متوسطه كيما انا الطاوه الصغيره تاعي درت لها النار رايحه شوي للقليله، ما تخليوهاش قليله كامل يولي يتحل لكم المقروط تاعكم، وما تزيدوا لهاش النار يولي يتحمر لكم من برا وما يطيب لكمش من الداخل. شوفوا البنات لهنا نحي طول من الزيت ونحطوه في العسل برك البنات، ما زدتلو حتى اضافه، يكون عسل نورمال اللي نشريوه من برا ولا تحبوا تاخدموه نتوما. نحيه من المقله طول للعسل، وكل ما نطيب ربعه نخليهم مليح يتعسلوا حتى يزيدوا يطيبوا الاخرين ونحيهم بالعسل تاعهم، ما نخليهمش يقطروا كيما راكم تشوفوا البنات في الباطه تاعهم كاين العسل. ونهار نقدموهم البنات كاين يحبوا يزيدوا يعسلوهم، مي انا شفت اني نزيد ندير لهم العسل هكذا من الفوق برك وندير لهم شويه جلجانيه. هذا درتهم انايا ليله عرفه ليله العيد، جاو يهبلوا البنات جنب السس جاي يهبل معسل للقلب. جا روعه البنات، جربوه على ضمانتي ان شاء الله ينجح معكم وبعثوا لي تطبيقاتكم. شوفوا الحبه تجي متحوفه، انا ما نحبش نكبر الحبه بزاف، نتوما تحبوا كبروا لكم الاختيار. انا هذا هو نشوف الحجم المقروط يعني المناسب، انا نشوفوا هكذا وانتم لكم الاختيار. شوفوا البنات الحبه كيفاه راه يذوب في اليد، والتبسيس راه باين يعني البنات راه باين من الفيديو. والتعسيل ثاني شوفوا كيفاش راهي معسله تجي روعه البنات. هذه هي الوصفه تاعنا في الاخير، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس هكذا بيوصلكم كل جديد على قناتي. جيم او كومنتير وبارطاج لحبيباتكم وصحاباتكم. وهذا هو المقروط اللي راح يزيد النص في طاولاتكم تاع الافراح. ما بقى لي غير نقول لكم بالسلامه في الفيديو الجاي ان شاء الله.